السلام عليكم ورحمة الله. معاكم قيدوم في ظلمة الليل وتحت قمر كاليفورنيا القديمة. كان كيترسم حرف واحد، لكنه كان كافي باش يزرع الرعب في قلوب الظالمين ويشعل الأمل في صدور المظلومين. زورو، البطل المقنع اللي كنعرفوه كاملين، فارس من النبلاء اللي كيتقن فن السيف، الشبح اللي كيهرب من يد العدالة خلي وراه حرف زاد. لكن واش عمركم سولتوا راسكم واش زورو كان فعلا مجرد شخصية خيالية، قصة ولدت من الخيال كاتب باش تسلينا، ولا واش كان شخصية حقيقية لحم ودم شاف الضوء في عينيه وقرر يرجع الحق لأصحابه؟ واش هاد الأسطورة ما هي إلا حقيقة تخبت تحت القناع باش ما تكونش عند الناس بطل شعبي حقيقي يقدروا يتبعوه؟ اليوم غادي نحيدوا هاد القناع وغادي نغوصوا في الأعماق التاريخ المظلم باش نكتشفوا القصة الحقيقية ديال الثعلب الماكر زورو. وقبل ما ندخلوا القصة ما تنساوش ديروا سبسكرايب وجيم وفعلوا الجرس، حيت هادشي مهم بالنسبة لينا. واخا ما كديروهاش وديروا ابوني. شكون هو زورو في العالم اللي كنعرفوه اليوم؟ هو دون دييغو دي لا فيغا، الارستقراطي الهادئ والكسول بالنهار اللي كيتحول بالليل لوحش كاسر. هو القناع الاسود والعباءة اللي كطير في السماء والحصان الاسود ديالو التورنادو. هو البطل اللي كيستعمل الذكاء اكثر من القوه، سلاحه الرئيسي السيف، والتوقيع اللي ما كيتبدلش حرف زائد. هذا الحرف اللي كيسوي الحسابات وكينتقم من الاشرار وكيعطي الحق للفقراء. زورو ماشي مجرد بطل، هو رمز للمقاومه ضد الطغيان الاسباني في كاليفورنيا اللي كانت مستعمره في ذاك الوقت. هو فكره ان العداله تقدر تكون خارج القانون، وان النبلاء الحقيقيين هما اللي كيوقفوا مع الضعفاء. ولكن باش نفهموا هذا الاصل ديال الرمز خاصنا نرجعوا للبدايه. الاسطوره اللي كنعرفوها كاملين خرجت من قلم الكاتب الامريكي جونستون ماكالي في عام 1919. نشر قصه قصيره سماها The Curse of Capistrano، لعنة كابيسترانو، في مجله اور ستوري ويكلي. في هذه القصه لاول مره ظهر البطل دون دييغو فيغا، وهذا الاسم اللي بحد ذاته كيخبي سر زورو اللي كتعني بالاسبانيه ثعلب. ماكلي رسم لنا بطل كلاسيكي غني شجاع، لكنه كيخبي هادشي كامل ورا وجه البلادة والكسل باش ما يشك فيه حتى شي واحد. الهدف ديالو يرجع العدالة في آلتا كاليفورنيا، في الحقبة اللي كانت تحت حكم المكسيكي ما بين 1821 و 1848. لكن الكاتب ديالنا منين جاب هاد الفكرة؟ باش كلشي كان مجرد خيال؟ الجواب عندنا في هاد الحلقة. البحث عن زورو الحقيقي كيدينا لجوج شخصيات تاريخيين وجوج ابطال شعبيين كيتقاطعوا في قصصهم مع الاسطوره زورو. اول اسم كيطلع لينا هو اسم خواكين موريتا، مكسيكي الاصل، عاش في القرن التاسع عشر اثناء حمة البحث عن الذهب في كاليفورنيا. خواكين كان انسان عادي، مشى مع مرته باش يقلب على الثروه في مناجم الذهب. لكن في ذاك الوقت بعد ما ضمت امريكا كاليفورنيا كانت العنصريه والظلم ضد المكسيكيين والهنود الامريكيين كثيره في ذاك الوقت. الروايات كتقول ان موريتا تعرض للظلم فظيع، سرقوا ليه ارضه، قتلوا ليه خوه واعتدوا ليه على مراته حتى ماتت قدام عينيه. هاد الظلم تحول للغضب، والغضب تحول للانتقام. خواكين موريتا ما بقاش كيقلب على الذهب ولا كيقلب على العداله، اختفى في الجبال وجمع مجموعه من الناس المظلومين وبدا كينتقم من البويض اللي ظلموه. سرق الاغنياء اللي استغلوا الناس ووزع داكشي على الفقراء، ولاو الناس كيسميوه روبن هود إلدورادو. ورغم ان الحكومه الامريكيه ديك الساعه صنفاته مجرم وقاطع طريق، لكن في عيون الشعب المكسيكي والامريكيين المكسيكيين كان بطل مقاوم. هاد الصوره ديال المنتقم من اجل العداله هي اللي كتشبه بشكل كبير صوره زورو. النهايه ديالو كتزيد من الغموض. الحكومه قالت انها قتلته وقطعت له راسه كدليل، ولكن بزاف ديال الناس بقاو كيشوفوه حي، كيقولوا ان داك الراس ما كانش ديالو. الاسم الثاني اللي بزاف ديال المؤرخين كيشوفوه كمصدر الهام رئيسي هو ويليام لامبورت، إيرلندي الاصل، عاش في القرن 17 في المكسيك. لامبورت كان مغامر ذكي كيتقن 14 لغه، سافر للمكسيك في الوقت اللي كانت خاضعه للحكم الاسباني. ما عجبوش الظلم اللي كيتعرضوا ليه السكان الاصليين والفقراء من طرف المستثمرين الاسبان. ويليام لامبورت ما كانش كيستعمل القوه في البدايه، بل كان كيستعمل الكلمه. كتب منشورات سريه كتدين النظام الاسباني وكتطالب باستقلال المكسيك.
الأكثر من هذا الشيء، يقال أنه كتب أول إعلان استقلال في القارة الأمريكية قبل من حتى الإعلان الأمريكي. لاحقا وسبب النشاط الثوري تم اعتقاله من طرف المحاكم التفتيش الإسبانية. لكن في ليلة رأس السنة 1650 قام لامبورت بواحد من أكثر عمليات هروب جرأة من السجن. محاكم التفتيش الصارمة هرب بطريقة أسطورية خلت الناس يقولوا باللي عنده قوة خارقة وساعدوه الشياطين. خرج هو لابس زي أسود وبدا كيعلق منشورات في المدينة وكيكشف الفساد. لمدة شهور لامبورت كان بحال الشبح الأسود هارب من السلطة وكيحارب الظلم، حتى تم القبض عليه في الآخر وتنفذ فيه حكم الإعدام. لكن الأسطورة ديالو بقات حية، هاد البطل اللي كيخبي هويته وكيهرب من السجن وكيحارب بالسيف. واش هاد الشيء ما كيفكركمش بشي حد؟ إذن واش زورو هو خواكين موريطا ولا هو ويليام لامبورت؟ الحقيقة هو أن الكاتب جمع الصفات ديالهم كاملين، خدم فكرة الانتقام من الظالمين من موريطا والرمزية ديال البطل المقنع الثائر اللي كيهرب من السجن وكيدافع على الاستقلال هو لامبورت. زاد عليهم لمسة النبيل الإسباني اللي كيتقن فن السيف، وولدهم شخصية وحدة سميتها زورو. زورو هو الوجه الخيالي للحقائق التاريخية المؤلمة، هو خلاصة الرغبة الشعبية في وجود بطل لا يقهر في أوقات الأزمة والظلم. هو المكان اللي كيتلاقوا فيه الخيال والحقيقة وكيتولدوا منه أسطورة كتستمر. بفضل فيلم في 1920 من بطولة دوغلاس فيربانكس تحول زورو لظاهرة عالمية، تأثيرها كان عميق لدرجة أن بزاف ديال الأبطال الخارقين اللي جاو من بعد بحال باتمان استوحت منه الفكرة ديال رجل غني اللي كيتقنع بالليل باش يجيب العدالة. زورو ولا رمز عالمي للمقاومة الملتمة. لكن الغموض كيبقى، واش زورو ما كانش شخصية ولا كان فكرة؟ واش الأسطورة ديال زورو بقات حية وباقا كتعاود غير باش تغطي على حقيقة البطل الشعبي الحقيقي خافت السلطة منه؟ زورو سواء كان خيالي أو حقيقي باقي عايش فينا، باقي عايش في كل واحد شاف الظلم وحاس بالرغبة في المقاومة وحرف زيد. ما بقاش غير توقيع ولا وعد باللي العدالة ولو تعطلات ضروري غادي تجي، حيت زورو ماشي مجرد شخص، زورو الرمز ما كيموتش. وفي النهاية أنا قيدوم، كنجي في الصمت، كنحضر ملي كيسكتوا الناس، كنهضر فاش القلوب كتسد، كنسكن في حكايات اللي ما بغاوش يقولوها، في أسماء اللي كتحيد الملفات، في الناس اللي مشاو ما خلاو حتى آثار، غير قصص كدوي عليهم بالليل. وكل مرة كنرجع كنخلي لك الباب محلول، وفي كل باب كاين شي حاجة كتسناك. ما تنساش الخيال هو وليد الحقيقة. خلي معاك سبسكرايب حيت هي مهمة بالنسبة لينا. أنا قيدوم وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نشوفكم في موضوع جديد.